هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبسعادة. النهاردة جايبه لكم الماسك المعجزة، ماسك حقن النضارة اللي بتدفعي فيها آلاف في العيادات. هخليكي تعمليه في البيت بمكونين من مطبخك ومش مكملين حتى جنيه. مش هقولك 10 جنيه، جنيه. انت متخيلة؟ بصي الجمال، مفيش فلتر. بصي، اي خطوط تعبيريه راحت، في نضاره، في جلوينج كده وترطيب. الماسك ده مليان بحمض الساليسيليك اسيد، يعني مناسب للبشره الدهنيه والمختلطه. البشره حساسه تاخد بالها منه. يعني مفيش حبوب، يعني اي حاجه تحت الجلد هتروح. يعني العلامات التعبيريه عندنا لو استخدمتي الماسك ده مره او مرتين بالكتير هتلاقيه راحت. بجد بيدي تنويرة كده ولمعة، بيدي إشراقة غريبة للبشرة. صدقيني كأنك عملتي جلسة نضارة في أغلى وأنظف العيادات. بصوا الجمال، بيدي كده حمار وجمال للبشرة. مليان بمضادات الأكسدة، يعني هيشيل التجاعيد، هيقفل المسام. أنا كده مش حاطة ولا ميك اب ولا عاملة فلتر ولا عاملة أي حاجة، أنا مصورة بكاميرا موبايل عادية جدا. يلا بسرعة عشان تشوفوا الوصفة اللي بجد مش هتكلفك جنيه، وموجودة في كل مطبخ من مطابخنا، وأراهنك إنك ما عندكش مكونات. هتخشي دلوقتي تخلصي الفيديو وتعمليها على طول، لأن المكونات أنا متأكدة إن عندك في تلاجتك. باي باي. يلا شوفي الفيديو دلوقتي بسرعة. ويلا بينا بسرعة على الوصفة من مطبخك زي ما قلتلك. طماطماية حلوة جميلة والنشا، وقد كان. دي الوصفة. عرفتوا ازاي ان انا بعمل لك وصفات وابر نضارة من البيت وبسهولة جدا؟ طماطم بقى دي، خدي يا ستي عندك فوائد. اول حاجة، حلوة قوي للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة، لانها بتشيل كل الدهون الزايدة وبتنظف الوش بعمق. ده ليه؟ لان مليانة حمض سلسليك اسيد، وطبعا كلنا عارفين حمض السلسليك اسيد في التقشير حلو وقوي ازاي للبشرة. يعني انسي اي حبوب، سواء الحبوب البيضاء اللي تحت الجلد او الرؤوس السوداء اللي بتبقى على المناخير. طبعا ده معناه ان انا كأني عملت ابرة نضارة برقم وقدره في الصالون. رقم 2، هتديني تبييض. رقم 3، فيها فيتامين سي، يعني ترطيب ومرونة للبشرة، وهتجدد لي حاجز البشرة. كمان فيها مقاومة للتجاعيد. الطماطم عشان غنية بمضادات الأكسدة، أو زي ما بتسموها في البلاد التانية بندورة، أو أيا كان اسمها، هي دي الطماطم غنية بمضادات الأكسدة. الطماطم بتجري مني معرفش ليه. دي غنية بمضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة يعني مقاومة للتجاعيد، يعني بشرة مفرودة، يعني بشرة زجاجية. وبما ان مليانة حمض ساليسيليك اسيد، يبقى احنا هنقفل المسام، هنقفلها على نظافة. احنا بننقي المسام بعمق وهنقفلها على نظافة. طماطم بجد كنز، كنز كبير جدا جدا. الكوريين بيستخدموها على طول في ماسكاتهم للبشرة. والنشا حبيب الملايين. النشا بقى دوره ايه؟ النشا خدي تبييض، خدي نعومة، خدي نضارة، خدي برضو مقاومة للتجاعيد. النشا ده سحر 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 للبشرة والشعر. بجد انا عملت بيه ماسكات كتير لشعري وماسكات بيه لوشي. بجد بتلاقي بشرتك كده ناعمه ومنوره، وتحسي كده نظيفه وحلوه. الماسك سهل جدا جدا جدا، وهنعمله مع بعض بخطوتين. يلا بينا. مادام لبست البتاعه دي كده اعرفوا ان انا خلاص هعمل الماسك. اول حاجه عملتها ان انا مسكت الطماطمايه قسمتها نصين بس، كل نص هعمله على خد، وهجيب طبق واحط فيه شويه نشا صغيرين بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. وهبدا احط الطماطم كده في النشا كده كده، ونوزع كده. صدقوني
خطير 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 خطير. هتشوفي كأنك بتعملي بديل لإبل النضارة. انتي كمان بتنشطي الدورة الدموية في وشك، وكمان بتعملي حاجة اسمها ضغط الوش، او الدورة الدموية اللي في الوش ليها ضغط كده، ضغط دم، انتي بتظبطيه فتبقى دايما نضرة ومنورة. هحط نشا تاني. انا منصحش بصراحة اصحاب البشرة الحساسة لو هم خايفين على بشرتهم، لكن البشرة الدهنية والمختلطة والعادية الدنيا تمام جدا. كده اعصري على الطماطمايه، دوسي عليها. بصوا انا طول عمري مقتنعة بمبدأ اي حاجة اقدر ادخلها من بقي واكلها اقدر استعملها كماسكات، واحنا عارفين فايدة الطماطم ككل حاجة، يعني احنا ما نقدرش نستغنى عنها في السلطة. فتخيلي دي بقى لما بتحطيها دايركت على بشرتك، بجد انا حاسة ان انا بعمل حاجة رهيبة لبشرتي بجد، يعني انا مبسوطة قوي. الماسك خطير خطير. كل ما هتعملي بكده مساج وحركات دائرية كل ما انتي بتستفيدي من الطماطم. بصوا الطماطم، دوسي كده بايديكي كده. في بقى معلومة جديدة كمان من ضمن الحاجات اللي عرفتها عن الطماطم، ان الطماطم بتشيل اي سواد وهالات في البشرة اللي تحت العين. يعني لو عندك السواد هنا اللي تحت الفم ده او حوالين الفم، او هالات سودة حوالين العين، الطماطم بتشيلها، بتضيعها تماما بجد. اعمليها كمان لشفايفك، حلو قوي، تدي كده نفخة وتوريد. بجد ماسك رائع رائع حقيقي. وعندي نصيحة ليكم كمان كده، بما اننا بنعمل بقى ماسك مع بعض، اوعي تغسلي وشك الصبح، دايما اغسليه بالليل. ليه؟ لان طول الليل وشك بينتج حاجات وزيوت وبيجدد نفسه بنفسه، فلما تقومي الصبح انت كده بتفقدي كل الزيوت والحاجات الحلوه اللي وشك طول الليل عمال ينتج فيها. انت دايما نامي وشك نظيف، لكن الصبح مش لازم تغسليه. نكتفي بس بالصن بلوك مثلا وانت نازله. الله، انا مبسوطه جدا 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 بالماسك بجد. ده هنسيبه على وشنا قد ايه؟ ده هنسيبه على وشنا حوالي ربع ساعة او نص ساعة. لو حسيتي ان بشرتك بتتحسس منه، حسيتي كده بهرش بان هو بياكلك، 10 دقايق بكتير واغسليه. لو وشك تمام ومتقبل، سيبي بقى وشك يديكي بقى افضل نتيجة، وسيبيه نص ساعة مثلا. هسيبه نص ساعة زي ما قلت لكم، وهنرجع نغسله مع بعض بمية دافية. يلا بينا. كده احنا سيبنا اهو الماسك ينشف. بصوا بيعمل ازاي اهو، النشا مع الطماطم. يلا بينا بقى هنشطفه بميه دافيه، وبعد كده نسيب الميه تبرد حبه 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 على وشنا لغايه ما تبقى ساقعه دافيه، عشان ننضف كويس جدا ونشيل اثار الماسك، والساقعه عشان بعد ما نضفنا نقفل المسام قبل ما نستخدم ميه الورد كتونر. يلا بينا. وزي ما اتعودنا مع بعد الغسيل، دي طريقة تنشيف وشنا. بصوا انا بتهيألي النتيجة واضحة جدا جدا جدا. نضارة، شد، ايه الجمال ده. طيب يلا بينا بقى نقفل المسام بسرعة والبشرة مندية كده، علشان نحبس الترطيب جوه. هنحط مية ورد. مية الورد تبقى ساقعة، حاطينها في التلاجة على طول
علشان تساعدني. الحاجة الساقعة بتقبض المسام والمية الورد بتقبض المسام، فانا كده عملت تونر 2 في 1 ببلاش، يعني ببلاش حرفيا. مية الورد بكلام عبيط، وفي نفس الوقت حاجة طبيعية مضمونة كده. بصوا اهي، بصوا البشرة نظيفة، المسام متقفلة اهو، شايفين؟ هسيب وشي يشرب كده مية الورد ونرطب واوريكم بقى الوش بعد ما خلصنا. طبعا انتي تشوفي بشرتك بتترطب بايه، كريم حلو وبشرتك بتيجي عليه واستخدميه. اهم حاجة يكون بشرتك مش بتتحسس منه وبتعمل حبوب. اهو هرطبه وارجع لكم. هتقولوا لي حاسه بايه؟ هقول لكم بجد 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 ماسك اديله 1,000,000/10 حقيقي. انا كاني عامله ابره نضاره. بصوا 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 الجمال. انا كده مفيش اي فلتر، بصوا اهو مفيش اي حاجه، بشرتي مفروده، مفيش اي خطوط تعبيريه. البشره كأن فيها حمار طبيعي. بصوا، مع ان احنا كمان الماسك ما شلناهوش بالفرق، احنا غاسلينه بس. بجد ماسك الطماطم ده انا بعتبره ماسك نضاره، ابره نضاره في عياده برقم من ولا حاجه. حقيقي ماسك منقذ تفتيح. بصوا يعني حقيقي بجد، اللي ما عملش الفيديو ده وما عملش سوري الماسك ده فايته كتير جدا. اجروا حالا يعملوه وقولوا لي في الكومنتات. انا متاكده ان كلكم هتدعوا لي من جماله ومن نتيجته التحفه اول ما تعملوه. يلا بسرعه جربوه، قولوا لي رايكم في الكومنتات بسرعه ونتيجه الماسك معاكم. باي باي، اشوفكم فيديو جديد.